السلام عليكم يا جدعان، صلوا على سيدنا محمد قبل ما نبتدي اي كلام. الزمالك الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. الزمالك واخد البطوله 5 مرات، عام 84 و86 و93 و96 و2002. الزمالك الوحيد يا جماعه اللي محتفظ بكاسين، دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي. الزمالك البطل التاريخي لكاس الافرو اسيوي. ونروح للنسخه الاستثنائيه موسم 2002 2003. الزمالك واخد 7 بطولات وفائز بافضل فريق حاصل على بطولات في العالم كله، متفوق على كل انديه العالم. ومش بس كده يا سيدي، ده كمان متفوق على برشلونه صاحب ال6 القاب. واخد الزمالك كاس مصر والسوبر المصري ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي والدوري العام والسوبر المصري السعودي وبطوله الانديه العربيه. النادي الاهلي كان عنده لقاء مع الزمالك في 6 رمضان. اللقاء ده طبعا كان هيتلعب تحت الاضواء الكاشفه، وفي الوقت ده كان نادي الزمالك بيعاني ان الملعب ما كانش فيه اضواء. وقرر ساعتها مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يكلم مجلس اداره النادي الاهلي عن طريق اللي هو عبد العزيز قبيل. الراجل ساعتها كلم النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان رده صريح: النادي الاهلي تحت امر نادي الزمالك في اي وقت. وفي الوقت ده النادي الاهلي كان عنده تدريب الساعه 11، لكن النادي الاهلي خلى التدريب في ميعاد مختلف عشان خاطر يفضي الملعب لنادي الزمالك. وفي الوقت ده مسؤول نادي الزمالك حسوا بالخجل وكلموا النادي الاهلي واعتذروا وخلوا التدريب الساعة 12 ظهرا في ملعب نادي الزمالك. ولو حد عايز يقول لي ان انت بتقول كده عشان تاخد لايكات او كومنتات، عايز اقول لك لا، ان الكابتن محمود الخطيب في وقت من الاوقات كان لابس تيشيرت نادي الزمالك في ماتش. وانا واحد من الناس والله يا جماعة بيصعب عليا لما اشوف نادي الزمالك حالته بتتدهور بالشكل ده، لان نادي الزمالك من الأندية العملاقة على مستوى العالم كله، مش على مستوى بقى مصر بس. أتمنى إن نادي الزمالك يفوق للي هو فيه. كل التوفيق لجمهور نادي الزمالك ولنادي الزمالك العظيم. وبس كده يا سيدي، السلام عليكم.